سيداتي آنساتي سادتي أحبائي في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير. مرحبا بكم معنا في هذا اليوم الكبير والكبير جدا، وربما يكون أيضا الحاسم على مستوى الليغا الإسبانية. ماهر الليغا سيدفع هذه الليلة الكبيرة، إما فرصة يستغلها برشلونة في إعادة الأمل واستعادة أشياء كثيرة، وإما أن يفوز ريال مدريد ليصعد عتبة كنكو، وما أدراك ما الكلاسيكو. المباراة كل عام على مستوى العالم في برنابيو، من المتوقع أن يشاهد هذا اليوم هذا الكلاسيكو 650 مليون مشاهد وأكثر من 185 دولة. مدريد هكذا استقبلت جماهير بلاثا مايور في كل مكان المدريدية متحمسين جدا لهذا الكلاسيكو، يعتبرون جسر العبور إلى الليغا 33 في الجولة 33. وضد الرابخر على جهة اليمين، كرة خطيرة لرونالدو، كرة خطيرة للمدريدية، لكن الدفاع البرشلوني تدخل. دفاع برشلونة بداية قوية للميرينغي، صاروا في بين يديك الفخار، وكرة عبيرة الدفاع خطيرة للميرينغي. برشلونة تحت الضغط في الدقائق الأولى، ريال مدريد يبدأ المباراة بقوة. كريستيانو في مكان خطير، يا لها من كرة خطيرة جدا من كريستيانو. شوف صاروخ ماديرا، مشجعي برشلونة. سواريز محاولة مرور تخطر على وكرة تبقى بالسلامة للويزيتو. سواريز يتعرض لإصابة بعد تدخل عليه في اللقطة الماضية. كرة خطيرة لمصلحة بارسا، وسواريز يلعبها مرت. يا سواريز، حلوة اللقطة الأخيرة من صائد الشباك من الفتاك من سواريز، لكنها مرت بسلام بالنسبة لكيلور نافاس. 10 دقائق فيها عبارات تهديد، فيها رسائل تهديد، وفيها بالتأكيد بعض الفرص الخطيرة من الجانب. خطيرة جدا لريال مدريد، والكسر من أجل الرد السريع. سواريز على الطاير، مرت بعيدة. يا لها من كورة، يا لها من فرصتين، يا لها من محاولتين. هدف ضاع على مدريد، كرة أخرى خطيرة جدا ضاعت على برشلونة. الهدف لا زال، ورونالدو عند الكرة، محاولة لكريستيانو، وتألق لتير شتيغن. خطيرة جدا لمصلحة ريال مدريد، لكن تير شتيغن شوف صاروخ ماديرا، شوف رونالدو اليوم. بالسلامة إن شاء الله اليوم، بالسلامة إن شاء الله اليوم، لأنه ميسي عندما يصاب هذه ضعها بين قوسين. كرة القدم تصاب عندما ميسي يصاب، كرة القدم تصاب، لأنه من أفضل من يلمسها في العالم. ميسي يتعرض لإصابة بعد تدخل من جانب مارسيلو، وبعد ذلك استمرت هجمة ضيعها كريستيانو رونالدو مع تألق كبير جدا لتير شتيغن في ردة فعل ممتازة أمام كرة النجم. مدريد خطيرة جدا من جانب مارسيلو، تمريرة بينية خطيرة تصل عند كريستيانو، بعيدة من رونالدو. دو خطيرة جدا من رونالدو، عدت اللقطة الأخيرة عالية من كريستيانو اللي عنده إصرار كبير جدا على أن يسجل، ولمسة وكورة ومحاولة وبيل، ولكن بيكي يتدخل بشكل رائع. يا لها من كورة خطيرة جدا لريال مدريد، ويا له من الانقضاض كالوحش، وكورة هدف أول لريال مدريد. نعم استحقوا التقدم بعد دقائق في أفضلية. كرة في منتهى الروعة من جانب مارسيلو لراموس اللي كان بعيد عن الرقابة، وفي الأخير
شوف اللمسة من مارسيلو. هل كان في تسلل في اللقطة الماضية؟ هل كان في تسلل؟ على أي حال هجمة استمرت والكرة في مرمى برشلونة، والهدف الأول لمصلحة ريال. ملعب تمريرة، محاولات تصل عند ليون، اختراق دفاع، هدف التعادل يا ليون. جول للبارسا بالروزاريو، يعود من جديد الفتاك ليوم. هذه أرضكم وهذه أهدافي، هذه أرضكم وهذه أهدافي. ليوم يسجل التعادل لبرشلونة، يعود للكلاسيكو من غير ليوم. ميسي يعود لبرشلونة مرة أخرى. يا لها من مرور، من مهارة، من عبور، من إمكانيات هائلة من لاعب استثنائي. هدف التعادل يأتي لبرشلونة، هدف ريال مدريد. هذا النوع من المباريات خطيرة للوكا مودريتش، وكورة يا إلهي، يا سلام يا مودريتش، والله على تير شتيجن. يا لها من كورة، ويا لها من تسديدة قوية، ويا لها من رد خطيرة. ناتشو في التغطية، وليو يحاول مع كورة، مرات يا ليو، يا ليو، يا لها من كورة يا ليو، في منتهى الروعة، في منتهى الخطورة، في منتهى الخبث الكروي. لا تعلم من أين يظهر ليون. شوفها مرة أخرى، كرة مرت بمحاذاة القائم لمرمى كيلور نافاس. خطيرة جدا عند ميسي، خطيرة جدا عند ميسي. اللعبة خطيرة لبرشلونة، عرضية للكسر، لكنها مرت خطيرة للبارسا، خطيرة جدا للبارسا. والبارسا يظهر الآن بقوته وكفاءته وقدرته الهائلة العالية جدا على الوصول إلى مرمى الفريق الخصم بشكل. لا أظن أن واحد من عشاق كرة القدم لا يتابع هذه القمة، وكرة خطيرة لكنها مرت على برشلونة وضاعت على البارسا فرصة خطيرة جدا كانت قريبة من مرمى كيلور نافاس. ضاعت الفرصة، ويبدو أن هنالك أيضا صافرة تنطلق في هذه الأثناء من جانب حكم المباراة. الجزء الثاني لبرشلونة، الهدف الأول لريال مدريد وهدف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير. مرحبا بكم معنا في الشوط الثاني من ملعب سانتياغو برنابيو، وبالتأكيد في الموعد المهم جدا في الليغا الإسبانية، الكلاسيكو الذي انتهى شوطه الأول بالتعادل مثير بين ريال مدريد وبرشلونة، هدف مقابل هدف. شوط ثاني يبدأ، مارك يقودها على الجهة اليمنى، اسنسيو خطيرة للريال، يلعبها لكارفاخال، عرضية كرة، الثاني كان قريب من الميرينجي. الله على الكرة، مارسيلو يلعب كرة لتوني كروس، وكرة الله على الكرة، توني كروس، خطيرة جدا، كرة ألمانية متحفزة منتظرة، ومارسيلو لتوني، وكروس عرضية داخل منطقة الجزاء، تسلل في اللقطة الماضية، وضاعت الكرة على ريال مدريد بعد أن حل وجاء في مكان التسلل توني كروس. شوط أول جيد المستوى، شوط ثاني يبدأ ريال مدريد بقوة أكبر بحثا عن هدف ثاني في النجم الألماني الدينامو في وسط الملعب، يلعبها لمارسيلو، عرضية خطيرة بالراس، يا إلهي، كم لدى الحال مع البارسا من حارس مرمى. وبعدها دفاع سواريز، يتدخل كارفاخال على الطائر، ولكنها عدت بعيدة وضربة مرمى، سيناريو مشابه لما كان عليه الوضع في شوط المباراة الأول من هذا الكلاسيكو. عند مع كارفاخال بين راكيتيتش، خطيرة الكسر، وخلص نافاس في آخر لحظة. يا لها من كرة، يا لها من فرصة، وكرة كانت قريبة جدا من البارسا لولا كان نافاس. هجوم، كرة تلعب من جانب راكيتيتش، عرضية بالراس، وكرة
كيلور نافاس أمام بيكي. يا لها من كرة خطيرة جدا لمصلحة البارسا، لكن كيلور نافاس يوم الحراس، يوم الحراس في الكلاسيكو، يوم الحراس. واحدة من تير شتيجن، ثانية من شتيجن، ثالثة من شتيجن من أجل الوصول إلى مرمى البارسا. مارسيلو عرضية بالراس وبعدها الدفاع. ايش هذا كله يا مودريان. جميلة من جانب توني كروس إلى أسينسيو. أسينسيو حاول على حدود منطقة الجزاء، عرضية إلى كريستيانو الطائر، خذها رونالدو بعيدة وصعبة، بعيدة من كريستيانو ولم تأتي على قدمه كما كان يريد كريستيانو. هو يحب الشيء الصعب، هو يحب الرقم المستحيل. ضاعت اللقطة الأخيرة وفي الأخير إلى سريع لريال مدريد، الثاني لريال مدريد، وضاعت يا كريستيانو. يا إلهي، ضاع الثاني على رونالدو، على غير العادة، على غير العادة. يا كريستيانو رجل الأرقام الكبيرة يضيع الفرصة الخطيرة القريبة من مرمى انيستا على حدود منطقة الجزاء داخل منطقة لسواريز. يا الله الكرة غير معقولة الفرصة. الله على انيستا، اعطينا اللقطة على انيستا. من اين لنا بانيستا اخر يا جماعة؟ اعطينا اللقطة على انيستا. يا الهي على الباص الساحر يا انيستا. واحد على واحد داخل منطقة الجزاء، مر يلعبها. هذا خرافي، تير شتيجن خرافي. كيف صدها وكيف رجم. راكيتيتش مرور أول ناجح، تسديدة خطيرة، راكيتيتش لبرشلونة، ضربة رائعة من خارج منطقة الجزاء. البلاوغرانا في البرنابيو يتقدم 2-1. إيفان راكيتيتش ابن الكروات، ومن لا يسجل الأهداف يقبلها في مرماه يا مدريد. الثاني لبرشلونة، الثاني لإيفان. الضربة من راكيتيتش، التوقيع من إيفان، الروعة من النجم الكرواتي في الزاوية، صعبة كرة جنب. وبعد ذلك صراع بين ميسي ومودريتش، وهذا راموس، خطأ على راموس وإنذار، خطأ على طرد لراموس. التاريخ يعيد نفسه. حكم المباراة أليخاندرو هرنانديز مرة ثانية على التوالي يحكم الكلاسيكو، مرة ثانية على التوالي يطرد راموس بعد اندفاع متهور أمام ميسي، وردة فعل مشجعين على قرار الحكم. الطرد المباشر. كارفاخال كانت من خامس، رودريغيز قوية لكنها سهلة لتير شتيجن، سهلة لتير شتيجن. وين الكلاسيكو اليوم؟ بين هذا وذاك بداية المباراة البعض كان يشعر بأنه يوصل عند مارسيلو. مدريد في الهجوم، عرضية مارسيلو، تعادل. ابن كولومبيا يعيد الميرينجي. خامس رودريغيز، تغيير من ذهب يا زيدان. الثاني لريال مدريد والتعادل لمدريد. يا له من تحرك، يا لها من تمريرة، يا لها من نهاية سعيدة. فرصة للويزيتو سواريز، وهذا جوميز يلعبها، وتمريرة وكرة. لديكم لا خوف عليكم، ميسي لديكم لا
عليكم يا بارسا. هداف التاريخ للكلاسيكو يخطف كل شيء في أصعب ملعب، بل في أرض ومكانه وملعب المفضل يا ليو. يا بالروزاريو، يا له من تحرك يا سيرجي. وبعد ذلك صافرة الحكم تنهي كل شيء لتؤكد فوز البارسا وإبقاء اماله وحظوظه في الفوز بالليغا بعد الفوز بالكلاسيكو. وإن كان ريال مدريد لا زال لديه الفرصة ومباراة مؤجلة، وهذه لقطة ختام للاستثناء في